سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. من تلفزيون دولة إريتريا أقدم لحضراتكم أنا عبد الله محمد علي نشرة الأخبار لهذا المساء، والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية. اتحاد الدراجات بالإقليم الأوسط ينظم ندوة لتطوير سباق الدراجات. انتخاب إداريين ومديرين تنفيذيين في مديريتي الدخالة وميمنة. وزير خارجية ألمانيا وفرنسا بدمشق لبحث علاقات أوروبا بالإدارة الجديدة. سلوفاكيا تهدد بقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا. عقوبات أمريكية على مجموعة قرصنة إلكترونية متصلة بالصين. إلى التفاصيل. افتتح المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 الذي ينظم تحت شعار التعاون الدولي والإقليمي من أجل التنمية المستدامة اليوم السبت 4 يناير في فندق أسمرة بالاس بأسمرة. حضر حفل الافتتاح كبار المسؤولين الحكوميين والجبهة بما في ذلك الوزراء والسفراء المقيمون في إريتريا وغيرهم من الدبلوماسيين، وكذلك مسؤولي مكتب الأمم المتحدة في إريتريا وخبراء إريتريين وأجانب، بالإضافة إلى المهنيين المدعوين والآخرين. وقالت الدكتورة حليمة محمد رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 أن الركيزة الأساسية لتنمية الدول تعتمد على استثمارها في التعليم والبحوث ودوره في السلام الإقليمي والاستقرار الدولي. وقالت أن هذا المؤتمر يهدف إلى التوسع وتطوير البحوث بالنظر إلى أهميتها الكبيرة، إضافة إلى إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا ودورها في السلام والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي. وقال وزير الإعلام السيد يمان القبر مسكل أن المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 يساهم في تصحيح الحملة السلبية التي تمارسها مختلف وسائل الإعلام الكبرى ضد بلادنا منذ ما يقرب من 20 عاما. وسيركز المؤتمر الذي يستمر حتى 6 يناير الجاري على العلوم الطبيعية والاجتماعية والزراعة والموارد البحرية والآثار والتراث الوطني وفرص وتحديات المهجر والاقتصاد والتنمية والبيئة وتغير المناخ واللغة واللغويات والقانون والطب والعلوم الصحية والسياسة والشؤون الإقليمية والدولية والعلوم التكنولوجية، بالإضافة إلى الشعر الشفهي وعلم الموسيقى، من خلال 154 ورقة بحثية ستقدم في المؤتمر. وقد تم إعداد حوالي 70% من الأوراق البحثية المقدمة بالفعل من قبل مهنيين وخبراء إريتريين في الداخل والخارج. ويتضمن المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 لقاءات عامة ومناقشات جماعية ومناقشات مشتركة وورش عمل وندوات ومعارض ثقافية تعكس تراث إريتريا الثقافي المادي وغير المادي، ويشارك فيه علماء وخبراء وباحثون من ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي والمجر والهند ومصر وأوغندا والصومال وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها. وأشارت الدكتورة حليمة محمد لوكالة الأنباء أن المؤتمر يأتي في الوقت المناسب وهو مهم، حيث أن العديد من العلماء والخبراء مهتمون بشكل متزايد بإجراء البحوثات حول إريتريا. وفي خبر ذات صلة أيضا قدمت أكثر من 35 ورقة بحثية في المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية في يومه الأول. وركزت الأوراق على الشعر الشفهي للقوميات الإريترية والتربة والبيئة والزراعة وأبحاث التراث وإدارته ودور القانون في التعاون الإقليمي والمراجعة التاريخية للقانون الإريتري وسياسة العلاقات الخارجية الإريترية وتغير المناخ وتأثيره وسلامة الأدوية وغيرها من الأمور الصحية والتعدين وقياس موقع التعدين الدبلوماسية وبناء الدولة والتحديات الإقليمية والدولية في ضمان التنمية المستدامة والحماية القانونية للبحر الأحمر والبيئة وغيرها من القضايا الهامة. وفي تصريح أدلى به البروفيسور بأمن التخلزقي والدكتور سيفي برهة
وهما من بين اللاجئين الذين قدموا أوراق بحثية لوكالة الأنباء، قال أن الأوراق المقدمة كانت مهمة في التعاون الدولي والإقليمي من أجل التنمية المستدامة، وأوضح بأن المداولات والنقاشات ستساهم في تصويب وتوجيه الأبحاث وإيجاد الحلول. وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات مهمة بالنسبة للسياسات الصادرة وبرامج التنمية التي يتم صياغتها على المستوى الوطني، وحث على التنسيق بشكل شمولي دون الاقتصار على قطاعات معينة في المستقبل. ويستمر المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية حتى يوم الاثنين 6 يناير الجاري. نظم اتحاد سباقات الدراجات الهوائية بالإقليم الأوسط ندوة يوم 3 يناير في أسمرة تحت شعار استثمار منسق لتطوير سباق الدراجات الهوائية. أوضح رئيس اتحاد سباق الدراجات في الإقليم الأوسط الأستاذ إيوب رؤسهم خلال العرض الذي قدمه لتطور سباق الدراجات على مستوى الإقليم مدعما بالصورة المتحركة أن سباق الدراجات الهوائية هي رياضة تم فيها توثيق العديد من الأحداث المفيدة والتي تدعو للفخر فيما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي والسياسي للبلاد. وحث رئيس الاتحاد العام لسباق الدراجات الهوائية السيد تمازغان ردا حث المجتمع بأكمله والجهات التنفيذية والدراجين على العمل معا وتقديم مساهمة واعية لتسليط الضوء على تاريخ أسلافنا في سباق الدراجات الهوائية. وجه المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان دعوة إلى تطبيق مثل هذه المبادرة في الرياضات الأخرى لأنها تساعد في سد الفجوات والارتقاء بتطور رياضة الدراجات الهوائية إلى مستويات أعلى، شاكرا المنظمين والمشاركين على اقتراحاتهم البناءة. ويعود تاريخ سباق الدراجات الهوائية في بلادنا إلى ما يقرب من 90 عاما. نظمت انتخابات في مديريتي الدخالة وميمنة في الفترة من 18 إلى 31 من ديسمبر لانتخاب مدراء لإدارات الضواحي ليحلوا محل المنتهية فترة ولايتهم. وتم في هذه الانتخابات التي شهدت مشاركة شعبية واسعة انتخاب 42 مديرا ومديرا تنفيذيا، من بينهم 11 امرأة و106 وكلاء القرى في 21 إدارة محلية في مديرية الدخالة. وأشاد المدير المؤقت للمديرية السيد تسفاي أبرهة بالسكان لمشاركتهم النشطة، وحث المنتخبون على خدمة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم. وأجرت انتخابات مماثلة في 16 إدارة محلية في مديرية ميمنة لانتخاب الإداريين المديرين التنفيذيين لمدة 3 سنوات. وقال مدير المديرية المقدم إبراهيم هايلة أن البرنامج تم تنفيذه بشكل جيد في جميع الإدارات المحلية. أجرت اللجنة المركزية للجمعية الوطنية للصنف في إريتريا تقييما لتنفيذ برامج عام 2024 في أسمر يوم 22 من ديسمبر. وبحسب التقرير قامت الجمعية بالتعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي واتحاد الشباب والطلبة والفروع الإقليمية وشركاء آخرون بتوفير التدريب على لغة الإشارة لأكثر من 600 شخص، وساعدت الأعضاء المدربين على الخياطة والتفصيل في العثور على فرص عمل، كما قامت بالتعاون مع مستشفى ورتا بتوزيع أجهزة السمع على الأعضاء. إضافة إلى ذلك تم تنظيم دورات تأهيلية إدارية ومهنية لمديري وأعضاء الجمعية. وفي كلمته الختامية حث رئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سائل الجمعية على توسيع نطاق تنظيمها ليشمل المديريات ومواصلة العمل الذي بدأ للوصول إلى المجتمع بأكمله. وأخيرا تمت مناقشة خطة العمل الخمسية بالتفصيل وتم رسم آليات التنفيذ. السادة والسيدات، إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في دمشق بعد اجتماعها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع أن أوروبا ستدعم سوريا الجديدة، بينما دعا نظيرها الفرنسي جان نويل بارو إلى إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية. وشددت بيربوك للشرع خلال اللقاء على أن رفع العقوبات على سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية، مشيرة إلى أهمية إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار.
ولفتت إلى ضرورة تقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا. وتعد هذه أول زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر الماضي. قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن الحكومة الائتلافية ستناقش تدابير للرد على أوكرانيا بعد أن أوقفت تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى سلوفاكيا. وذكر فيتسو أن حزبه سيدرس قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا المجاورة وخفض المساعدات للاجئين الأوكرانيين والمطالبة بتجديد اتفاقية نقل الغاز والتعويض عن الخسائر التي قال أن سلوفاكيا تتكبدها بسبب وقف تدفقات الغاز الروسي. وتوقفت صادرات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفياتية وتمر عبر أوكرانيا مع بداية العام الجديد، إذ انتهى سريان اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا. وتعد سلوفاكيا من الدول المتضررة رغم أن معظم الدول الأوروبية الأخرى مستعدة لوقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا، لافتا إلى أن بلاده تتكبد خسارة سنوية تبلغ 500 مليون يورو من رسوم عبور الغاز بسبب التوقف. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية تتخذ من بكين مقرا ولها صلات بالحكومة الصينية. اتهمتها باستهداف بنية تحتية حساسة للحكومة الأمريكية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها استهدفت بالعقوبات شركتي انتجريتي تكنولوجي جروب لدورها في هجمات إلكترونية متعددة منذ عام 2021 ضد كيانات أمريكية غالبيتها ضمن قطاعات بنية تحتية حساسة. وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت سابقا أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع ديسمبر، وهو الأمر الذي نفته بكين، حيث قال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتوجيه التهم زورا للصين بهدف تشويه سمعتها. أضاف المتحدث لوكالة تاس الروسية أن الصين ترفض بشدة الهجمات الأمريكية والتي تشهر بسمعتها كدولة دون أي أساس واقعي. قال كبير الجراحيين الأمريكيين في توصية أن المشروبات الكحولية يجب أن تحمل تحذيرا بشأن مخاطر الإصابة بالسرطان على عبواتها، في خطوة قد تشير إلى التحول نحو إجراءات تنظيمية أكثر صرامة مماثلة لتلك المفروضة على قطاع التبق. وحذر من أن استهلاك الكحول يزيد من خطر الإصابة ب7 أنواع من السرطان على الأقل، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والكبد، لكن معظم المستهلكين ما زالوا يجهلون ذلك. ودعا كبير الجراحين إلى إعادة تقييم المبادئ التوجيهية بشأن حدود استهلاك الكحول حتى يتمكن الناس من تقييم مخاطر الإصابة بالسرطان. ودفعت توصية كبير الجراحين أسهم شركات المشروبات الكحولية إلى الانخفاض بأكثر من 3% في بعض الحالات، ومن غير الواضح متى أو ماذا كان هذه الاقتراحات ستجري اعتمادها. سيداتي سادتي، ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للدراسات الإلكترونية. اتحاد الدراجات الهوائية بالإقليم الأوسط ينظم ندوة لتطوير سباق الدراجات. انتخاب إداريين ومديرين تنفيذيين محليين في مديريتي الدخالة وميمنة. وزير خارجية ألمانيا وفرنسا بدمشق لبحث علاقات أوروبا بالإدارة الجديدة. سلوفاكيا تهدد بقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا بعد وقف نقل الغاز الروسي. عقوبات أمريكية على مجموعة قرصنة إلكترونية متصلة بالصين. في أمان الله وحفظه.